النهاردة هنعمل مع بعض فيديوهين في فيديو واحد. هنعمل وربات الجلاش بحشوة الكاسترد والمكسرات زي ما انتوا شايفين كده، وهنعمل كمان البقلاوة التركي بالمكسرات. شكلها جميل جدا جدا، شكلها شكل الوردة. شايفين شكلها من قريب شكل الوردة. طبعا دي حلويات شرقية سهلة وبسيطة، ما تاخدش معاكي وقت ولا مجهود. كمان شايفين الوربات شكلها تحفة جدا. يلا ندخل على تفاصيل فيديو النهاردة. اول حاجة هبدأ اجهزها هي حشوة الكاسترد. معايا نص لتر من اللبن او الحليب، هضيف عليه معلقتين كبار من بودرة الكاسترد زي ما انتوا شايفين كده، وهضيف كمان معلقة كبيرة من الكريم شانتيه بنفس المعلقة اللي انا عيرت بيها الكاسترد، هي نفس المعلقة. وهضيف كمان معلقتين كبار من السكر، والسكر طبعا تحطيه على حسب الرغبة. انا حطيت هنا معلقتين كبار من السكر. هفضل اقلب على البارد زي ما انتوا شايفين كده لغاية لما يدوبوا تماما. بعد كده هرفعهم على نار متوسطة لغاية لما يبقى القوام بتاعهم تقيل ومتماسك بالشكل ده. ده القوام بتاع الكاسترد. طبعا التقليب مستمر حتى لما رفعته على النار ما وقفتش تقليب. بعد كده فضيتهم في بولتين زي ما انتوا شايفين كده علشان يبردوا بالشكل ده. بعد كده هبتدي ان انا اغطيهم بالبلاستيك راب علشان وشهم ما يشققش معايا بالشكل ده. عندي لفة جلاش، طبعا اللفة دي اقل من نص كيلو. هبدأ كده اقيسها طولها حوالي 30 سنتي. هقطع عندي 6 سنتي، وهاخد القطعة اللي انا قطعتها واقطع عليها بالشكل ده. هتطلع معايا 5 قطع. بعد كده هبدأ افرد الورقات بتاعتي، وهدهن ما بين كل ورقة والتانية بمسحة من السمنة. طبعا مسحة السمنة دي بتدي قرمشة وطراوة للجلاش وبتورق الطبقات. لو لقيتي طبعا ورقتين لازقين في بعض حطيهم وحطي ما بينهم مسحة السمنة، مفيش ادنى مشكلة. طبعا كل طبقات الورق بنحط ما بينها السمنة. لو عايزة تحطي زبدة حطي زبدة، مفيش ادنى مشكلة. وحاولي تبقى كل الطبقات فوق بعض بالشكل ده. بعد كده جبت حشوة الكاسترد وحطيتها في كيس حلواني. طبعا الحشوة زي ما انتوا شايفين كده بقت متماسكة معايا. بعد كده بتني على شكل مثلث واقطع بالسكينة، وبعد كده بحط حشوة الكاسترد زي ما انتوا شايفين كده وبقفل المثلث بتاعي. دي اسهل طريقة لتقطيع الوربات زي ما انتوا شايفين كده علشان المثلثات تطلع شكلها زي بعض وقد بعض. بنتني وبعد كده بنحط الحشوة. انا هكمل بنفس النظام. بعد كده هحشي بالحشوة التانية اللي هي الفول السوداني وجوز الهند، وحطيت عليهم معلقة كبيرة من عسل التقيل بتاع الكنافة اللي احنا عملناه في فيديو امبارح، واقلبهم كده مع بعض. بعد كده انا دهنت ما بين الطبقات وحطيت الحشوة بتاعة المكسرات علشان ما اطولش عليكم الفيديو. بتني المثلث وبعد كده بقطع وبحط الحشوة بتاعتي بالشكل ده. سهلة جدا وبسيطة جدا. لو لقيت المثلث مش بيتقفل معايا بحط مسحة من السمنة على الطرف. طبعا مفيش اسهل من كده. بعد كده جبت الصاج بتاعي وهحط مسحة من السمنة وهرص كده الوربات بتاعتي. طبعا المثلث يبقى قافل على المثلث التاني علشان ما يفكش في الفرن. كده رصيت كل الكمية. بعد كده بدهن الوش بالسمنة علشان يديني لون تحمير حلو. طبعا هدخلها الفرن على درجة حرارة 200. اول ما تاخد لون من تحت بفتح عليها الشواية تاخد لون من فوق.
وده بيبقى شكلها بعد ما تخرج من الفرن. شكلها جميل جدا. هسقيها طبعا السيرب بتاع الكنافة اللي احنا عملناه في فيديو امبارح. هكتب لكم طبعا المقادير في صندوق الوصف. بسقيها كده وبسيبها لغاية لما تبرد. بعد كده بجهز الصينية التانية اللي هي صينية البقلاوة التركي. عندي برضو دي لفة جلاش اقل من نص كيلو. باخد ورقة ورقة، والباقي الورق هحطه كده في فوطة علشان ما ينشفش معايا. طلع الورقة التانية وبعد كده هغطيه. هجيب طبعا الورقة كده وافردها وادي مسحة من السمنة بالشكل ده. بعد كده هجيب حشوة الجوز الهند والفول السوداني بالشكل ده. طبعا الحشوة اللي انت عايزاها حطيها، الحشوات دي على ذوقك انت. بعد كده بلفها رول زي ما انتوا شايفين كده، وبلفها زي نظام الوردة. بعد كده باخد ورقة تانية بوريكم طبعا نفس الفكرة، وبحط طبعا الحشوة وبلف كده وببططها كده، ما بخليهاش يعني بخليها مهواية كده علشان اعرف الفها رول كده على بعض. يعني الحشوة متبقاش كتيرة وانتي بتحشي الرول بتاعك اهو، شايفة بيبقى متبطط كده. وبعد كده بلف رول. دي مسحة السمنة ودي الحشوة، وببتدي اتنيها كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وبلفها بالشكل ده. ممكن تلفيها كمان بطريقة تانية هوريكي دلوقتي. تلفيها من فوق كده بالشكل ده وتحطي مسحة السمن. انا هكمل الباقي وارجع لكم بعد ما اخلص. انا خلصت الكمية. هجيب صينية مقاس 22 وادهنها كده مسحة سمنة وارص فيها البقلاوة بتاعتي. وبعد كده هجيب السمنة وادهن الوش بتاعها كده علشان تديني وش تحمير حلو كده. هدخلها فرن على درجة حرارة 200 تاخد لون من تحت. بعد كده افتح عليها الشواية تاخد اللون الجميل ده. بعد كده بسقيها بالسيرب. طبعا الجلاش بتاعي سخن والسيرب بتاعي بارد. هسيبها طبعا تتشرب السيرب. هنا البقلاوة ابتدت تتشرب السيرب، وبكده نكون عملنا صنفين. عملنا الوربات بالكاسترد والمكسرات، وعملنا البقلاوة التركي بالمكسرات. شكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين كده. الوردات شكلها تحفة جدا، هتشرفك على سفرة رمضان. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة.